ايه في الدنيا كلها مستاهل ان يوصل واحدة للدرجة دي؟ ايه اللي يخليها تبقى فاقدة الشغف في الحياة؟ اللي يخليها مش قادرة حتى تسمع ولادها بيقولوا لها ايه؟ اللي يخلي نفسيتها تعبانة بالطريقة دي؟ يعني ايه مستاهل يخليكي تعملي في نفسك كده بجد؟ لا، وكمان ولادك اطفال، يعني مش كبار، يعني لسه عايزين حياة طويلة قدامهم. يا صباح الورد وصباح الفل وصباح كل حاجة حلوة في الدنيا. قومي تفائلي بالخير هتلاقيه والله العظيم. قومي ارمي كل حاجة وراكي، واللي مزعلك واللي مضايقك، وقومي شوفي اللي وراكي. تيجي تبص تلاقي اليوم جميل وبيعدي بسهولة وبسلاسة من غير أي مجهود، حتى لو هو مليان مجهود ومليان شغل ومليان ضغوطات. انت هتكوني مرضية ومبسوطة، لان رميتي كل حاجة ورا ظهرك، وهتبقى حاسة بفرق جامد، وهتحسي انك فرحانة اكنك بتعملي حاجة بحب بانبساط. بس ارمي كل حاجة ورا ظهرك وسيبها لله، وهتفرج بإذن الله. لو أول مرة تشوفي القناة من خلال الفيديو ده، ما تنسيش تشجعيني وتشتركي في القناة عشان تبقى أخت من إخواتنا الجداد اللي بينضموا لينا. وأقول لكم كلكم شرفتوني ونورتوني، ويا رب أكون عند حسن ظنكم. بصي يا بنات، قلت لا ما انتجي الفيديو بقى، ده انت كده غبت عليهم قوي يا ام مهيمه. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي. اي نعم القناه صغيره، اي نعم، ما هيش كبيره قوي، وكم واحده متابعاني بسيط كده وكم تعليق بسيط. بس انا ان شاء الله هستمر بيكم، وببقى فرحانه ومبسوطه من تعليقاتكم وكلامكم الجميل قوي. ربنا يخليكم ليا. وعايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، عشان ما اتكلمتش معاكم من زمان، لان انتوا اخواتي اللي بتكلم معاهم، وبحس ان انا بتكلم بدون مبالغه. يا سواليس يعني. والروتين شغال كده. تمام. انا قاعده كده وماسكه الموبايل وفاتحه الفيسبوك، واذ الاقي بوست قدامي بمنشور مجهول الهويه، في جروب يعني، في جروب بنات وكده. المهم انا شدني المنشور قوي، ان الواحده مش مستحمله اولادها الاطفال يتكلموا معاها، ومش مستحمله اي حد، ونفسيتها تعبانه وقافله اوضتها عن نفسها وعلى طول بتعيط. هو في ايه اللي يوصل واحده للطريقه دي يا بنات؟ تقول نفسيتها تعبانه جدا، ومش قادره تكمل، ومش عايزه تعمل اي حاجه. طب ليه؟ اكيد اكيد في حاجه ورا كده. صح يا بنات ولا انا بيتهيألي؟ انا ممكن اقول لكم جالي تعليق او جالي كذا واقول لكم كده، بس هو ما جاليش تعليق بكده ولا حاجه، وما اعرفش اقول حاجه زي دي ولا اكذب. هو البوست وقفني كده وخلاني قلت اتكلم معاكم في الموضوع ده. يعني ايه واحده تبقى فاقده الشغف في كل حاجه كده؟ يعني ايه تبقى تعبانه كده؟ يعني ايه مش متحمله اولادها اصلا، اللي هي ثمره حياتها، اللي هي عايزه تربيهم وتعلمهم وتكبرهم وتشوفهم احسن الناس؟ هنا كده يا بنات انا ولعت على الاكل، وبعدين طلعت الصاله. قلت انضفها بقى، كان العيال قاعدين فيها، وزي ما انتم شايفين كده، لا تسر عدو ولا حبيب. اللي ساب لي كتابه، واللي ساب لي كراسته، واللي ساب الديسك بتاعه. بقيت اقول يا حول الله يا رب، لا اله الا الله. والم في الحاجه كده، يا رب يخليهم يا رب ليا وما تحرم منهم، ويخلي ولادكم ويرزق كل مشتاق. لقيت الازايز دي لسه فيها اللبن والزبادو، مش عارفه انا مش مجمعه ليه. المهم قلت انضفها سريعا بقى قبل ما يجوا تاني من بره. هما نزلوا وهيجوا، كانوا قاعدين يذاكروا شويه، واخد سريعا بقى الشقه كده معايا. وانا شغلت الغساله اول ما صحيت، وبعدين دخلت على مطبخي كده، شغلت برضو البوتاجاز، وعملت كل حاجه، وشطبت المطبخ مكان الفطار، وطلعت جري على الصاله كده انضفها بقى بسرعه كده قبل ما يجوا يقعدوا تاني فيها. تمام. نرجع بقى لكلامنا. بصوا بقى، اكيد اكيد، يعني مش هقول 1%، اكيد 100%. هي بتسامح كتير، قاعدة مع ناس بتستنفذ طاقتها كلها، فما عادش عندها طاقة لولادها. او مثلا ممكن يكون جوزها برضو، او تكون تراكمات وتكون زعلانة. طيب إيه ده؟ طب ما انا المكان اللي ما يعجبنيش ويتعب نفسيتي ويستنفذ طاقتي كلها، انا ما اقعدش فيه. يعني ايه اللي قعدني فيه؟ ما تقعديش فيه. يعني المكان اللي هيستنفذ طاقتك وما يبقاش عندك طاقة لولادك ولا لنفسك ولا لبيتك، ما تقعديش فيه. اللي يزعلك ما تقعديش معاه. يعني هي الدنيا مش مستاهلة. انت اهم حاجة في الدنيا تكوني بترضي ربنا، وطالما ما بتنميش في حق حد، وما بتجيبيش في سيرة حد، ومكتفية بحياتك وبيتك، خلاص. هنقول صلة رحم لو هم قريب منك قوي. لا، صلة الرحم ربنا يعني موصينا بيها، ما نقطعهاش. تمام، بس في حدود.
في حدود، ما تخليش حد يستنفذ طاقتك، لان طاقتك دي ملكك انت وملك ولادك. لما تستنفذي طاقتك كلها هتلاقي مين يديكي انت اصلا، ويدي لولادك ويسمع ولادك. اعملي كل حاجة صح من غير ما تغضبي ربنا، اهم حاجة، لان احنا اصلا موجودين في الدنيا دي عشان رضا ربنا ودي اولا، وعشان عباداتنا. وربنا في حاجات نهي عنها، فاللي ربنا نهي عنه ما نعملوش و... و... وما نغضبش ربنا بس. وبعد كده يبقى يجي العبد، اهم حاجة رضا ربنا الاول وبعد كده العبد. انتي عملتي مع الناس بالمعاملة الحسنة، وطبعا مش بتقدروا تردي عليهم مثلا بنفس اسلوبهم او بنفس كلامهم، لان هو من طريقة كلامك ان انتي بتسمعي وتسكتي، فاهماني؟ مش بتعرفي تاخدي حقك او بتردي او بتاخدي موقف، فهو ده اللي وصلك لكده. لا، خدي موقف، ولازم أن تكوني ام قوية قدام ولادك اصلا، لان انت هتطلعي جيل يا اما بنت يا اما ولد يكون ضعيف. لا، لازم أن يكون فيه قوة، يعرفوا، لان بعد كده هيواجهوا مجتمع، هيروحوا مدارس وهيروحوا هنا وهيروحوا هنا، ومش هيبقوا على قد بيتك بس. فلازم تطلعي برضو يعني ولادك يكونوا قويين، فاهماني؟ لا، اعملي حدود لكل حاجة عشان محدش يزعلك ولا حد يضايقك، بس كده. عايزه اقول لكم بقى هنا كده، وانا كنت بنظف لقيت ابني جه، قلت له لا تعالى بقى. يقول لي ايه يا ماما وانت ما صدقتي لقيتيني؟ قلت له طب بس تعالى شيل قصاد الترابيزه دي، عشان انت عارف ان انا ما اقدرش اشيلها لوحدي. ورفعتها فوق الانتريه بقى عشان اعرف اكنس حلو. انا نفضت الانتريه تنفيضه محترمه، نزلت كل الهرس اللي كان عليه على السجاده، وبعدين شغلت السجاد. شايفين الشقه بنات كده؟ خلصتها ودخلت على اوضتهم برضو، كنستها لهم ونضفتها، وكنست بقيت الشقه لما الغساله فصلت، بس ما صورتش بقى، فاهميني؟ لان الغساله كانت لسه شغاله. قلت اروق عليهم بقى واعمل لهم شويه عصير مانجا بقى. اسلك بقى هنا كده، وانتي مطلعه المانجا من الفريزر، يا دوبك تاخدي لها شطفه كده، تفككي بس القشره منها وتبداي تقشريها. قادره بقى تكملي عصيرك بالطريقه دي، يا ربنا يعينك، بتبقى متلجه قوي. ما انتش قادره، سيبها زي حالاتي كده. انا بقشرها بس عشان لو سبتها فكت، لان في ناس بتسيبها تفك منها في بعضها كده وبعدين تبقى تعملها. لو سبتها فكت يا بنات بتبقى مش حلوه ومش بعرف اقشرها. انما كده بتبقى جميله قوي ومسهله عليا وما بتهدرش مانجا كتير، فاهميني؟ هو هوريها لكم وانا بعملها برضو. وركنتها بقى جنبي، ودخلت بقى اعمل ايه شويه الملوخيه كده، وولعت على الرز جنبي، والفراخ كانت استوت كده. بقى لما بنبقى صاحيين متاخر شويه ببقى احب احط كله مره واحده عشان اخلص. عايزه اقول لكم اليوم اللي بيبقى فيه غسيل، ده برطمان الكمون بقول لكم ان هو فضه، لا برطمان الفلفل الاسود بقول لكم ان هو فضه. وساعه ما فضه ما رضيتش افضي فيه بقى فلفل اسود تاني، بقوم غسلاه على طول اول باول كده. كل ما برطمان بيفضى بقوم غسلاه واسيبه ينشف كده، وبعدين اقوم مفضيه. يبقى هنا على طول البراطم ايه، انت ضامنه ان هي تكون نظيفه على طول. وعملت بقى شويه ملوخيه لهم كده. لما بتبقي صاحيه بقى متاخر او صاحيه يوم اجازه او كده، وبيبقى العيال حواليكي والدنيا بيبقى عايزه تفطري وعايزه تطبخي وعايزه تنظفي البيت وعايزه تغسلي وعايزه تنشري. وطبعا الناس اللي ما عندهاش غساله اوتوماتيك زي حالاتي بيبقى موضوع الغسيل متعب بالنسبه لهم شويه، فاهمني؟ اكيد فاهمني. بخلاف اللي عندهم اوتوماتيك بيحطوا الغسله وهي خلاص خلصت بس هينشروا. يلا ربنا يعين كل واحد على عيشته يا رب، سواء كده او كده. اهم حاجة بقى تكوني راضية عن عيشتك، اهم حاجة. انت عارفة والله والله العظيم لو عايشة في عشة، يعني مش عارفة الناس هتبقى فاهمة يعني ايه عشة ولا لا، يعني بيت على قده قوي وراضية وجواكي رضا باللي عندك، هتبقي احلى من اللي عندها قصر، اللي عايشة في فيلا، فاهميني؟ اهم حاجة الرضا، تكوني راضية كده عن عيشتك، ربنا بيخليها في بقك. ويعني لو لقمة في بقك بتبقى ايه حلوة، بيخلي بقى عيشتك احلى بكتير. اقصد يعني لما بيكون حد طبخ اكل على قدها كده يقولك ده كان طعمها سكر، ربنا محليها في بقك، فاهماني؟ هي برضو عيشتك لو على قدها وانتي بتحمدي ربنا عليها، ربنا بيخليها بالنسبه لك حاجه كويسه جدا، فاهميني؟ تعالوا بقول لكم هنا، بقول لكم لما بتبقي لابسه يعني عبايه او اسدال طويل قوي ما بلبسش الشراب. لما بيكون عبايه حاسه ان رجلي هتبان منها او صابعي هتبان منها بلبس شراب، لان سمعت يعني مؤخرا
بقالي فتره مش مؤخرا قوي، ان لازما صوابع رجلك ما تكونش باينه وانت بتصلي. يعني في ناس اجمعت ان لو رجليكي باينه وانت بتصلي الصلاه مش مقبوله، وفي ناس قالت مقبوله. فخلينا احنا في المضمون، طالما هنقدر نلبس شراب خلينا احنا في المضمون، طالما هما مختلفين على حاجه زي دي يبقى خلينا احنا في المضمون، فاهميني؟ المهم خلصت يا بنات بقى وصلاة، وبعدين قمت طالعة على البلكونة بقى كده، ما كنست السور كويس قوي الأول بالفرشة كده عشان لو عليه تراب ولا عليه حاجة تنزل لجوه قبل ما اكنس البلكونة. وابدأ بقى اكنس البلكونة بقى كويس جدا كده، وابدأ بقى انشر. عايزة اقول لكم بقى وانا واقفة انشر كده كنت خلاص فصلت مية ونور. يعني خلاص هو ممكن الروتين بيبان ان هو صغير جدا، بس لا هو مش صغير. انتوا عارفين كلكم كستات بيوت اليوم بيبقى عامل ازاي، وبيبقى يعني لما بيكوني شغاله ايدك شغاله في كذا حاجه بتبقى ماشيه عامله زي المضروبه على دماغك، ماشيه دايخه. هو كده. ما بخلاف بقى ان انا بصور كمان يا بنات، فبيبقى الموضوع صعب قوي وبتحس ان اليوم طول منك جدا. فانا يا دوبك نشرت وغديتهم وما صورتش معاكم بقى الغدا، ما خلاص كنت فصلت قوي بصراحه. وريحت وعملت لهم العصير بالليل خالص بقى، يعني هعمل معاكم العصير بس كان بالليل، يعني ما عملتوش ورا الغدا على طول. فاهمني؟ لان انا كنت تعبانه قوي خلاص بقى فصلت، فخلاص يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خلاص انت عارفه قدره نفسك، قادره تكملي ايه ومش قادره تكملي ايه. لو انت برضو قادره بقى لو انت تعبانه او حاجه ممكن تقسمي شغلك على الايام، اللي هو مثلا تطبخي النهارده بكره يبقى عندنا شويه اكل بيتين هيقضوا اليوم، تغسلي بقى اليوم اللي عندك فيه اكل. فاهمني؟ بس انا بقى كنت مش هفضل اليوم اللي بعده ومش هبقى في البيت، فقلت لا خلاص يلا كله مرة واحدة، وهتعب شوية مش مشكلة بس اخلص عشان بكرة مش هبقى في البيت. يعني هو كده احنا بنضغط على نفسنا شوية عشان نقدر نكمل ونأكل ولادنا اكل في بيتنا وتحسي بقى ان الست عليها قوة تحمل رهيبة قوي. بس يا رب يجعله في ميزان حسناتنا. شفتوا بقى يا بنات هنا المانجا لقيتها فكت خالص اهو. بوريكم مش سقعانه بقى على ايديا، لان انا بصراحه ايدي مش بتستحمل المانجا وهي متلجه، بتوجعني جدا وبحس ان التلج جوه العظم جوه مش على ايدي من بره. وفككتها بقى وهعمله عصير عادي جدا. حطي بقى السكر اللي يناسبك انتي براحتك. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا عملتها بالليل خالص. الاكل كان بسيط وشويه عصير في الاخر برضو حاجه بسيطه. كل فضل ونعمه من عند ربنا. اهم حاجه تكون راضيه وتحمدي ربنا كده في اخر الليل ان انت بت في بيتك وولادك في حضنك والحمد لله. فضل ونعمه من عند ربنا. عايزه اقول لكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم يا بنات. عايزه مشاركات ليه وعايزه تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعنا اكمل، حتى لو تعليق واحد صغير. بجد يا بنات تعليقاتكم بتبقى جميله حتى لو بسيطه، بتبقى بسطاني انا. وما تنسوش بقى تشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان عيلتنا تكبر بيكم. وهنا اكون خلصت يومي واكون خلصت. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بخير دايما.